في الفيديو ده هوريكم ازاي حولت المكان اللي بصور فيه من الشكل ده للشكل ده. بس في البداية كده يا حبيب اخوك ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتدعي لاخواتنا في فلسطين وتصلي على النبي. ودي الأوضة قبل ما أعمل فيها أي حاجة بكراكبها كده. أنا قلت أصورها لكم بكراكبها. وطبعا زي ما انتوا شفتوا الأوضة متكركبة وعايزة تتروق، فعشان أروقها محتاج أغير الهدوم دي. هو التيشيرت ده نضيف أنا عارف، بس يعني هنحس ده يكون يستحمل الوساخة عن التاني. أصل التيشيرت التاني كان، عشان التيشيرت التاني لسه جديد، وده معاه من اولى ثانوي، فده عايش معايا يعني. فده لو حصل له حاجه مش مشكله، التاني جديد. فيلا بقى ايه، نروق الاوضه بتاعتنا. اول حاجه زي ما انتم شايفين طبعا منظر السرير عامل ازاي، والترابيزه دي ودي والحاجات والكراكيب دي كلها وكل حاجه هنا. ايه ده بيعمل ايه هنا ده؟ وده عايز يتنضف. ده المكتب ده هرجعه جديد ان شاء الله. ايه ده؟ ما علينا. فالحاجات دي عايزه تنضف كلها. افتكروا المنظر كويس، افتكروا منظر الاوضه المقشف ده كويس، عشان انا السقف ده مش عارف ممكن اعمله ممكن لا، بس ما علينا. افتكروا منظر سيبكم من الباب ده، الباب ده مش هيفضل زي ما هو. بس كده. فاول حاجه هعملها ان انا انضف المكتب ده. وده منظر المكتب بعد ما فضيته. وهنا كنت بدل المكتب بتاع وش معجون كده عشان بس اظبطه واصنفره انا والرجالة. ده شكل المكتب بعد ما خلصنا، بس لسه بقى ندهنه. اول يوم خلص كده، و ده المكتب كل حاجه فيه غيرنا شكله خالص، والدرج بتاعه اهو، وظبطنا الدنيا. ده اول يوم خلص يعني. اول يوم احنا ما عملناش فيه غير المكتب بس، لان احنا بدأنا متأخر، وعشان برضو المكتب ياخد راحته في ان هو ينشف واعرف ادينه تاني يوم. تاني يوم بقى انا صحيت لقيت المكتب متبهدل فاديت له كمان وشين معجون فاتعبني الصراحة، وبعد كده دهنته وظبطته. طبعا الهدوم اتبهدلت، انا كل ما اغسلها تتبهدل تاني. هو مش عارف. معاذ اهو. ايوه 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 معاذ. ده الضرفه بتاعت الدولاب. انا عايز ادهن دي اسود، وهتشوفوا في الاخر، شوفوا التفاصيل، بس شوفوا التفاصيل. لسه هظبط لسه كمان شويه. ده الدرج. عايز معاه درج محيره. وهنا بقى كنت بدهن المكتب كمان وش عشان اللون يبتدي ان هو يكون باين اكتر، عشان كان في شوية تفاصيل كده كانت عايزة تتظبط بس وبس كده. انتوا بقى ما تعرفوش انا تعبت قد ايه عشان احول المكتب ده من الشكل اللي كان فيه الاول للشكل ده انا اديت له تقريبا يجي وشين او ثلاثة معجون. وهنا انا كنت بدهن البتاع، كنت عايز اعمل نص الترابيزة اسود والنص التاني ابيض بس بالتمويجة اللي انتوا شايفينها دي. بس بقى وانا بعملها قلت استخدم الرولة واشغل دماغي وانا بعملها بقى ايه، اللونين دخلوا على بعض عشان اللون الابيض كان لسه منشفش. فقامت عامله لي بقى ايه لون كده، اللون الغريب اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي ده. وسبحان الله يعني عجبني بعدها، وفضلت ان انا عملت بدل الخط ادي ده الخط ده انا كملته وقمت عامل كمان واحد علشان المنظر بقى، قلت يلا كملها. وهي جت صدفة صراحة بس شكلها حلو. وقمت عامل كمان خط، عملت كمان واحد الناحية ده زي ما انتوا شايفين. والله الفكرة كانت حلوة يعني، الفكرة كانت في دماغي أحسن بس دي أحسن طبعا من اللي كان في دماغي. وده كان تاني يوم رحت الكليه، عشان كان في النهارده اختبار كده، ما علينا. وان شاء الله هنام شويه، وأما اصحى بقى اكمل معاكم هعمل ايه في الاوضه. وفي لقطات كتير على فكرة أنا مصورتهاش، كان في حاجات كتير قوي. المكتب ده أنا ما اديتلوش وشين معجون ولا تلاتة، لأ ده أنا اديتله يجي ستة، تلاتة بالليل وتلاتة الصبح عشان كان المكتب باظ. ودهنته بدل المرة تلاتة. وعمل يا لهوي ده تعبني تعب. المهم جيت بقى على الحيطة معجنتها وكنت بظبطها كده عشان اديها وش بقى نصنفرها أنا ومع الصح. احلى اخوات في الدنيا. معاذ بيمعجن. صنايعي في الدنيا. صنايعي؟ انت بتعمل الفورم اللي في البتاع. انت عايز ايه يا ابني؟ انت مريض ولا؟ بيعمل الاشياء. نور كده، نور. بيعمل الاشياء اللي في الحيطه. نمط الطاقه نور. عليه. عادي الفيديو ما وقفش عادي، عشان التليفون هيفصل بس كده. ما هضطر ان انا ما اعملش الحيطه كلها، لان المعجون مش مكفي، وانا مش هروح اشتري جردل ب 140 جنيه عشان خاطر خرمان في الحيطه يعني. فانا هخلص واصنفر انتوا هتشوفوا كل حاجه،
ده كان تالت يوم من من تحويل الاوضه لاستوديو، بس مش الاوضه كلها طبعا. انا كان في طموحي الاول اعمل الاوضه كلها، بس دلوقتي اعمل جزء من الاوضه ونكمل بعدين بقى. احنا هنا معجننا الحته دي والمعجون خلص، الجردل الفضي خالص. عملنا الحته دي كده ودي كده، مش هنعملها كلها. والحته دي انا كنت عايز اخد الحته كلها بالمعجون زي ما انا عامل فوق كده، بس المعجون وصل لحد هنا وشطب. فالمهم يعني انا عملت الحاجات الاساسيه ودلوقتي بقى هصبر لما المعجون ده ينشف وهروح الجيم، وما ارجع هنصنفر الحيطه وندهنها على طول بقى. وان شاء الله ايه ابتدي ان انا اجيب الحاجات بتاعه الاستوديو، وهبقى اصورها لكم برده، اصور لكم كل حاجه. احنا دلوقتي خلصنا الحيطه دي، انا قلت لكم قبل كده. البي لسه جاي بعد ما خلصنا. البي لسه جاي لنا بعد ما خلصنا. احنا فاضل معانا لون من ساعه ما لونا المكتب بتاعنا. فانا عملت ايه بقى؟ وريتني ما عملت. دهنت السرير. يعني بقى هو منظره في الكاميرا ممكن يكون عدل شويه، يعني منظره في الكاميرا عدل شويه، بس هو في الحقيقه منظره خرا. والحيطه انا بوظتها، الحيطه هنا بوظتها. يعني انا بصلح هنا وابوظ هنا، ما شاء الله. انا عندي مش عارف ليه عندي شباكين وبابين في الاوضه. هنزله ده هسميه ايه؟ حولت الاوضه الاستوديو في مش عارف في كام يوم. هشوف بقى الايام اللي هخلص فيها. حولت الاوضه الاستوديو في كذا يوم، وهنزل الفيديو والناس ايه هيتفرجوا بقى ويشوفوا الدنيا فيها ايه. وان شاء الله احنا دلوقتي شويه كده الساعه 8 بالظبط. الساعه كام دلوقتي؟ 7:30. الساعه 8 بالظبط احنا نمشي على الجيم. فاحنا نسيب البتاعه دي ونرجع مثلا على الساعه 10، وهنرجع بقى نصنفر الحيطه ونظبطها وننعمها على الاخر علشان نديها لون بقى. فانا محتار مش عارف اعمل لون ايه. فانا ممكن ادهن دي لون جملي وده اخضر، او معرفش. لسه حوار اللون ده ملخبطني لحد دلوقتي. فانا مش عارف انزل اسكا على الانستا. الانستا اسالكم انتوا اكيد دلوقتي انتوا بتشوفوا الفيديو، فانا خلاص سالت عليكم وسالت الدنيا. والبيضه جاي دمتم سالمين. متاخر كل مره يجيلي البيضه، كل مره يجيلي متاخر، ما مش عايز يشتغل. كان ورانا النهارده محاضرات، مخلص محاضرات الساعه 4 الله يكون في عونه. والنهارده ايه بالتاريخ واليوم؟ النهارده الثلاث 7 اكتوبر، ثالث يوم نشتغل فيه. احنا بادئين من يوم الاحد، النهارده ثالث يوم، وان شاء الله هنحاول نخلص يعني على يوم الخميس نكون خلصنا، او بكره بالكتير، لان احنا بكره هندهن او النهارده هندهن. بكره هجيب المعدات بقى واظبط لكم الدنيا بس كده. رحت جبت لون بربريز ولا مش عارف اسمه لون ايه، بربريز. هعمل جنب بربريز وجنب ابيض، يا رب يكون حلو. بربريز خلي البربريز ورايا والله بقى الناحيه التانية. لسه جاي من الجيم، شعري متناكش بس عشان كنا راكبين مكنه واللي هو طياره. ما علينا. للاسف النهارده مش هنعرف نصنفر ولا نعمل، عشان احنا النهارده لاعبين تمرينة رجل وبطن فرهضنا، مش هنقدر نكمل. والساعه دلوقتي اساسا داخله على 11، او اذا ما كانتش 11 اصلا 11، يعني دلوقتي الساعه 11. فالولاد روحوا عشان اهاليهم طبعا، ومحمد عليه كليه الصبح تقريبا، او مش عارف عليه ولا لا، ما علينا. فان شاء الله الصبح بقى هنظبط الدنيا دي، وان شاء الله بكره الصبح نكون ظبطناها وزي الفل كده. وكده نكون هنا تالت يوم في تحويل الأوضة الاستوديو. دلوقتي أنا لسه صاحي، النهاردة رابع يوم من تحويل الأوضة الاستوديو. صح والله ما عارف هعمل ايه. المفروض ان انا كان عندي جهاز كمبيوتر قديم اللي انا كنت بعملتش عليه الاول. انا اشتريت واحد، فالقديم ده المفروض ان انا رحت ابيعه، فالراجل حط لي فيه سعر ما عجبنيش الصراحه. المهم يعني عشان مش عارف اصور جوه من الاضاءه بتاعت مش عارف فيه ايه، بس ما علينا يعني. المهم النهارده رابع يوم من تحويل الاوضه للاستوديو يعني مالها. فانا المفروض ان انا كنت عندي كمبيوتر قديم، فانا رحت بعته واشتريت واحد جديد. فالقديم ده عشان ابيعه انا كنت جايبه على بعضه كده بمبلغ، بس رحت هناك بكلم الراجل لقيته اداني فوق نص المبلغ بشويه، وبيقول لي كده كتير عليه ايه؟ اذا كان الكيسه لوحدها انا شاريها باكتر من المبلغ اللي انت قايل لي عليه. بس ما علينا، انا هروح اتكلم معاه، يعني ممكن اوصل معاه لسعر يعجبني، او ممكن ابيعه لحد تاني. فالمهم يعني ان شاء الله هروح واجيب الكمبيوتر وابيعه لحد، او هروح ابيعه له ايا كان يعني، واديله فلوس الشاشه عشان اشتريتها عنده ما دفعتلوش. مش عارف ادخلكم في التفاصيل ليه، بس تقريبا انا عامل فلوج عشان ادخلكم في التفاصيل اصلا. فان شاء الله بقى اما ارجع هكمل الاوضه اللي انا طبعا المفروض ان انا معجنتها امبارح. دي هي الاوضه دي
المفروض ان انا معجنتها امبارح وهدهنها النهارده. يعني بصوا، يعني الشروخ اللي في السقف دي مش هعمل فيها اي حاجه، هو بس الركن ده عشان الركن ده اللي هصور فيه. ده هيدهن اللون اللي انا جبته امبارح اللي هو شبه السيلفر ده، وده هيدهن اللون الابيض. لو وصلت اللحظه دي انت ما عملتش لايك ليه؟ روح اعمل لايك، روح اعمل لايك وسبسكرايب وشير وكومنت، وظبط لي الدنيا كده، روق لي على الكلام عشان انزل لكم فلوجات كتير، عشان لو عايزين فلوجات يعني. المفروض هو قال لي احط عليه كام، نص لتر او لتر، فانا هحط عليه الازازه دي 600 مللي، فهحطها هي بس مش هحط التانية. ده اسود. ايه اللون ده يا اسطى؟ ايه اللون ده؟ معرفش هو. اللون شبه الحنه، والله شبه الحنه. بسم الله، هو اكيد لما بيتخلط بيدي لون احلى، فاحنا نحط شويه دول ونقلب عليهم. لا لا والله مش عشان كده، عشان ملهاش لازمه. استخدمهاش. هنا بقى انا حرفيا كنت بحاول اكحتها في الحيطه عشان خاطر كنت خايف اللون ما يكفيش، وهو فعلا في الاخر ما كفاش الحته كلها، بس الحمد لله هو جه على قد بالظبط يعني. فانا دهنت الجنب ده بتاع 3 مرات والجنب التاني 3 مرات برضو عشان يبقى اللون حلو. وده كان هنا الشكل بعد اول طبقه. المفروض ان دلوقتي الساعة 10 وشوية، وده الشكل النهائي. مش احسن حاجة انا عارف، بس يعني ده اللي انا هنا حاولت بقى انا اعمله. كنت خايف ومتوتر لان اللون كان في اماكن فيه لسه ما نشفتش، وكان اللون فيها تحس ان هو يعني اللون في حته يعني فاتح وفي حته غامق، فانا كنت خايف اللون يفضل كده. بس لما اللون نشف بدات ان انا يعني ايه ارتاح شويه. يعني ده انا حاولت على الاقل. ده لسه ما نشفش، فان شاء الله ما ينشف يتظبط، عشان لو فضل كده انا هيجيلي احباط. وهنا في نقطة من البتاع جت هنا، وشي متبهدل وايدي كله متبهدل عامة. والأوضة فاضية، الولاد بقى مش عارف راحوا فين، عشان شوية بقى وهيجوا عشان خاطر نجيب السرير والحاجة بقى في الأوضة، وأحط هنا أجهز بقى السيت اب بتاعي. و أنا خايف الصراحة من اللون ده إن هو ما يظبطش، لأن لسه في هنا حتت عايزة تتعمل. وبكده يكون رابع يوم في تحويل الأوضة للاستوديو، مش الأوضة كلها بقى رابع يوم من الاستوديو. كده انتهى، وان شاء الله بقى هحط كل حاجه هنا، وهستنى بقى الاضاءات تيجي. الاضاءات اتشحنت دلوقتي وزمانها جايه في الطريق، وان شاء الله اول ما هتيجي اعمل لكم انبوكسنج ونشوف كل حاجه مع بعض. وما تنساش برضه افكرك تعمل لايك وسبسكرايب وشير، واكتب لي كومنت جميل كده بقى انك وصلت للحته دي من الفيديو. ولو عايزين فلوجات، عايزين نعمل لكم بقى فلوج من الجامعه، هعمل لكم فلوج من الكليه بقى واصور لكم كل حاجه هناك. ده بقى ايه بيتحكم في الحاجات. هنا بقى عشان انا فاشل في الانبوكسنج كنت بحاول ان انا افرجكم على الترايبود او الستاند اللي انا بثبت عليه التليفون وانا بصور، بس يعني ما عرفتش اعمله. تعالى نحل. هنا بقى مع صاحبي كان بيحاول يطلع الفوتوغرافر اللي جواه ويصور، بس انا كنت بقول له لا انت فاشل. في اختراع اسمه المونتاج، تسمع عنه؟ قولي لي يا خالد. يا دينا على الغباء. مروحة يا اسطى. هتيجي هنا كده، انت واقف عند الحتة التانية ليه؟ المفروض ده معاه ملاية بتركب هنا. مش متهيألي بيتفتح يا ابني، بيتشد. لا لا، الله أكبر. شوف الإضاءة، اللهم صل على النبي. شمس الغروب، شمس كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو يعني. تخيل تعب 4 ايام ولا 5 ايام، انا مستغرب وانا بمنتج الفيديو لقيته ربع ساعة.
يعني تقديرا للتعب ده ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتدعي لاخواتنا في فلسطين. ربنا يا رب يقويهم رغم ان الحرب خلصت، بس دايما لازم ندعي لهم برضو. وما تنساش تصلي على النبي. ولو انت جديد اكتب لي في الكومنتات، ولو انت قديم برضو اكتب لي في الكومنتات، واكتبوا لي برضو افكاركم عن المحتوى. يعني انا عندي افكار كتير وبرضو عايزكم تشاركوني بافكاركم. وبس كده. سلام. Wow 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 wow. 1, 2. Wow 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 wow. Get chick too. حلو يا شباب.